طول عمري بتكلم في فيديوهاتي وبقول مفيش امان، مفيش سند، مفيش ظهر، محدش يتآمن. والناس بتقولي كلامك غلط. لا، كلامي صح. لما في بنت توصل ان هي تقتل مامتها يبقى كلامي صح. يبقى مفيش امان، مفيش امان لأقرب الناس. ازاي بنت تقدر ان هي تقتل مامتها هي وعشقها؟ احنا كده خلاص قربنا عليهم الايام. انا اسمع ان مفيش امان ما بين الصحاب، مفيش عشم، مفيش حب، مفيش حاجات كتير، بس الا الام والاب والاخوات. لما في واحدة قلبها يطوعها ان هي تقتل مامتها، ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه فعلا مفيش امان في الدنيا. مفيش امان. اوعى تأمن لحد. اقرب الناس ليك ممكن يطعنوك في ظهرك. عارفين القصة ايه؟ القصة ان في بنت عندها 20 سنة وعندها عشيق 17 سنة. جابته البيت علشان مفيش حد في البيت. بالصدفة تيجي مامتها. انا بحكي لكم كأنه مسلسل هندي فعلا. تيجي مامتها، البنت هي وعشقها يقتلوا مامتها. شوفوا الجبروت وصل لإيه. مفيش اي ذرة حنية لمامتها، مفيش اي ذرة عقل ان هي تقتل مامتها بالدرجة دي. ده ربنا يرحمنا برحمته. يا ريت بس الناس تربي عيالها كويس، تربي عيالها على الحنية، على الحب. كل ده نابع ان البنت دي عمرها ما حبت مامتها، عمرها ما تربت صح. كل التصرفات اللي هي عملتها دليل على تربيتها. انا مش بغلط الام لان هي ربنا يرحمها، بس فعلا احنا لازم نخلي بالنا على اولادنا ونربيهم كويس.